السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم عالم فاتي الإدريسي. كنتمنى تكونوا على خير وبصحة جيدة. اللي كيزور قناتي لأول مرة كنتمناه ما يبخلش عليا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصله كل جديد. اليوم غادي نقدم لكم بغيوش أو فطائر مالحة بالسلق كيجيو هائلين. العجينة ديالهم هشة ورائعة. نخليكم مع المقادير اللي غادي نحتاج فيهم: كاس ديال العنبة ديال اللبن، ملعقة كبيرة ديال زيت زيتون، ملعقة كبيرة ديال خميرة فورية، ملعقة كبيرة ديال السكر حبيبات. وغادي نحتاج كوب ديال ياغورت طبيعي أو زبادي، رشة ملح. وفي الحشوة غادي نحتاج فيها حزمة ديال السلق كنكون مقطعاه، وزيتون أسود وزيتون أخضر مقطع طريفات صغار، وعلبة ديال فرماج مثلثات. بالنسبة للعجين غادي نحتاج فيه كذلك الدقيق حسب الخليط، يعني غادي نبقى نضيف الدقيق بشوية بشوية حتى كنحصل على عجينة متماسكة. الوغ هنايا كيف ما لاحظتوا انني درت في العجانه. اللي بغيتي تعجن بايدك ماشي مشكل. درت الياغورت الطبيعي وكذلك ضفت ليه هذاك الكاس ديال اللبن. وغادي نبدا نضيف ملعقه كبيره ديال الزبده، الخميره الفوريه، السكر حبيبات، زيت الزيتون، ورشه ملح. وغادي نخلط المكونات مع الدقيق. نبقى نضيف بشويه بشويه حتى كنحصل كيف ما قلت لكم على عجينه متماسكه. هنايا في مقلاة غادي نجيب السلقة ديالنا وغادي نديرو في المقلة، وغادي ندير معاه ملعقة ديال الزبدة، وغادي نديرو فوق نار مهيلة ونخليه حتى يهبط لينا. غادي نضيف ليه رشة ديال الملح، غير شوية ديال الملحة حيت المكونات اللي عندنا يعني الزيتون وكذلك الفرماج راهم مالحين. الوغ هنايا غادي نديرو فوق العافية مهيلة، وغادي غنخلط الزيتون الاخضر وزيتون الاسود مع علبة ديال الفرماج مثلثات، ونتلاقاو باش نوجدو، باش نوريكم. ديالنا كيف ما كتلاحظوا كيجي متماسك. غادي نقطعو او غادي نشكلو على شكل كويرات صغار بحجم متساوي. وغادي نعمرهم بهذيك الحشوه اللي درنا. المهم نخليكم مع هنايا من بعد ما شكلنا الكويرات ديالنا، خليناهم يرتاحوا تقريبا واحد 5 دقائق، يعني ماشي بزاف. يعني العجين ما كتستدعيش انها تختمر. المهم هنايا كيف ما لاحظتوا هذا هو السلق ديالنا. غادي نخلطهم مع المكونات الاخرى وغادي نخلطهم مزيان وغادي نعمر بهم الفطائر ديالنا. نخليكم مع الطريقه في هذا
الفطائر ديالنا غادي نجيب اصفار بيضاء وغادي ندهن الوجه ديالهم بهاد اصفر البيض معاه نقيطه ديال الخل. المهم وغادي ندخلهم الفران، نكون مسخناه ديجا مسخناه، نكون مسخناه من قبل. غادي نشعل عليه من التحت حتى كيطيب، ومن بعد نشعل عليه من الفوق، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الفطائر ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. العجينه كتجي هشه، صراحة العجينة هائلة هشيشة بزاف، وكذلك الحشوة يعني بسيطة ومفيدة وغنية. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون راقتكم ونالت إعجابكم، ونتلاقاو فرصة أخرى إن شاء الله وفي فيديو آخر إن شاء الله. خليتكم فرحة الله ورمضان كريم يدخل عليكم بكل ما تتمناو إن شاء الله.